سندويشة فلافل مشخصة آخر تشخيصة، بس السندويشة هالمرة مش عادية، عملناها فلافل برجر. وقرص الفلافل مثل البرجر تماما مستوي ومش معجن، وحضرتهم بخلطة الفلافل الجاهزة من منتجات الباشا. لا اطحن ولا اخبط، خلطة جاهزة ما بدها إلا شوية مي وعالشغل مباشرة. متوفر بكل الأسواق والمحال التجارية، وعيارها مكتوب على العبوة من الخارج. بتفتح الباكيت وبتنزل عليه كوب من المي، حركيها منيح واتركيها لمدة ساعة كاملة. ارجعي لها بتلاقيها جمدت بهالشكل. اختياري بتقدر تضيفي لها شوية كربونة وتشكليها على شكل قطع من البرجر. تقدر تقليها بالزيت أو تشويها بالفرن، أنا أكيد رح أشويها بالفرن، لهيك بدنا عليها بخة زيت. ولتحضير التارتار صوص للفلافل بدنا كوب لبن ومعلقتين كبار طحينية وعصرة ليمون ورشة ملح ملاية من منتجات الباشا. يا سلام! يلا رح نجيب الخبزة ونحط عليها شوية تارتار صوص وقرص الفلافل وكمان تارتار صوص مخلل، ليمون، خس، بندورة، ونسكر الخبزة. وصحة وهنا وألف عافية. فيك تشكليه بالطريقة اللي بدك إياها، خلطة سهلة ولذيذة. مالنا ومال الحكي، الباشا بضلوا باشا.